ده اللون الطبيعي للبانيه. ده ما نزلش اي برميل، ده اتشطف على الحوض وطلع. شطف وطلع. اما اللي جه ابيض كان شارب بالظبط. هو الفكره في ناس بتحط في البانيه برضه بيتحط في البرميل بالكيلو. البانيه ممكن يشرب على الاقل 300 جرام ميه، فالكيلو احنا بنبيع مثلا الكيلو النهارده 210. لو شرب ربع كيلو ممكن الكيلو يتباع ب 180 جنيه وكسبان فيه البيع. احنا هنا بس بنوعي المستهلك انه لما يروح يشتري من اي مكان لازم ياخد البانيه ناشف ما فيهوش ميه، واللون ده هو ده اللون الطبيعي للبانيه. نمسك كده اهو، مفيش اي نقطه ميه بتنزل معاك اهو، مفيش. ده ناشف يا فندم، وتلاقيه بيلبك في ايدك، تحط ايدك على البانيه تلاقيه بيلبك في ايدك، بيلزق في الايد، ما بيطلعش نقطه ميه خالص. ده ست البيت برضه انت بتوعيها. بنوعي كل الناس، اي ست بيت اي واحد بيروح يشتري لازم يروح يشتري من مكان موثوق منه. تمام. علشان خاطر يعني ياخد باله من قصه الميه دي. برضه نفس اللون، واللون غامق. اللون بيبقى غامق. ده شارب ميه حضرتك يا فندم، وده واضح اهو. الميه اهي على ايديا اهي باينه. طبعا الزبون بيشوف شكله كده ابيض وملعلع يقول لك الله ده طازه وجميل. تمام اهو. انا اعرف الفريش الطازه من اللي هو مش طازه ازاي؟ في اللون ولا في الشكل ولا في الطعم؟ هو حضرتك الطازه ده دبح المحل. لو حضرتك في بعض الناس بتيجي تقول لنا اذبح لنا قدامنا، واحنا ممكن نذبح قدام الزبون. عندنا محل الفراخ الصحي بتاعنا نذبح الفرخه قدام الزبون وبنطلع على طول قدامه كده الوراك الفريش. في بعد كده حضرتك مجمدات. طيب كويس تمام. انا عايز برضو الكبد والجوانص. بص حضرتك كده، ده حضرتك مجمد. تمام. في بعض الناس بتفكه برضه بتحطه في البرميل بتطلعه، ده ب 80 جنيه. في ناس بتفكه وبتطلعه من الكيس ويقول للزبون ده ب 100 جنيه بس او ب 95 جنيه بس. يعني ممكن المجمد برضه يتفك ويتباع على اساس انه طازه. بس هيبان في طعمه، هيبان في الشوربه بتاعته. ما يبانش في اللون. لا مش هيبان. هو الورك الفريش بيبقى كده. وفي برضه حته توعيه للمستهلك، احنا ممكن نقول للزبون اللي هو مثلا مش فاهم قوي، الورك الفريش بيجي كده مجوز. يعني لو حضرتك مش عارف اذا كان فريش او مجمد، المجمد ما بيجيش كده ابدا، ما بيجيش المجوز على بعض. الورك المجوز ده فريش، واضح عليه باين المجوز. اما اللي لوحده ده يبقى المجمد. لا المجمد ما بيجيش مجاوز. دي معلومه برضه للمستهلك عشان يبقى عارف. كويس انك انت ده المجمد اهو، يجي كده، يجي فرداني كل ورك لوحده. لو في بعض الناس بتيجي عندي بيقول لي لو سمحت انا مش عايز الوراك متقطعه بالطريقه دي. في ناس تقول لي لا لو سمحت انا مش عايز الوراك بالطريقه دي، ممكن تديني مجاوز زي كده. فالفريش بيجي مجاوز زي كده، احنا بنقطعه عندنا، بنقطع الفرخه عندنا فريش كده ونقطعها. لكن المجمد بيجي كده، ما يجيش ابدا مجوز، بيجي بالطريقه دي.